بيقدر يتخطى 100 متر في اقل من 11 ثانيه. ده كلام جاسبريني مدرب اتلانتا الايطالي عن المهاجم الشاب الدنماركي راسموس هويلاند صاحب ال 20 سنه واللي انضم حديثا لمانشستر يونايتد مقابل 72 مليون جنيه استرليني. تعالوا نشوف ليه تين هاج اختار المهاجم الشاب ده وليه ساب مهاجم جاهز زي هاري كين. الموسم اللي فات لما اتسأل تين هاج انت ليه مقتنع بمارسيال رغم اصاباته الكتير، فقال انه بيحتاج من المهاجم اللي معاه انه يكون فعال في بناء اللعب زي الضغط واستغلال المساحات واحيانا تفريغ المساحات، في انه يسحب 2-3 مدافعين معاه بالاضافه طبعا لتسجيل الاهداف زيه زي اي مهاجم تاني. فالمشكله اللي فيها تين هاج دلوقتي ان واحد زي مارسيال بيقضي معظم الموسم اصابات، وراشفورد رغم انه تألق بشكل كبير في مركز المهاجم بس برضه بيحتاج مهاجم صريح جنبه. لا مش ده انا ما اعرفش اصلا جه هنا ازاي، لانه هيبقى صفقه غاليه جدا هيدخلهم في مشاكل مع اللعب المالي النظيف. لو بصيت في ترتيب الدوري الانجليزي الموسم اللي فات من حيث الاكثر تهديفا هتلاقي مان يونايتد في المركز السابع ب 58 هدف بس، وده ياكد لك ان تين هاج عنده مشكله فعليه في تسجيل الاهداف وان هم مش بيقدروا يستغلوا الفرص التهديفيه اللي بتجيلهم، فبالتالي في اهداف كتير بتضيع. هل بقى هويلاند هيقدر يحقق طموحات واحلام تين هاج؟ طيب تعال نشوف بروفايل اللاعب واسيبك انت تحكم على ده. تعال هويلاند طوله 191 سم، مواليد 2003، عنده 20 سنه. الموسم اللي فات شارك مع فريق اتلانتا الايطالي في 32 ماتش ما بين اساسي واحتياطي وسجل 9 اهداف وصنع 4. بس هل ارقامه دي هي اللي جذبت تين هاج؟ لا طبعا، الفكره مش في الارقام، الفكره في انه لاعب صغير في السن، احصائياته بتقول انه خامه كويسه تقدر تطور منها، واللي بيقول الكلام ده هو الاكس جي بتاع اللاعب. ولو ما تعرفش ايه هو الاكس جي فخليني اقول لك انها واحده من اهم الاحصائيات ومعناها معدل الاهداف المتوقع. وده ياخدنا الموضوع فرع شويه بس هو مهم، وهو علم البيانات وازاي بيتم استخدامه في الكوره. علم البيانات يا صديقي هو باختصار مجموعه من الارقام والتحليلات اللي بتديك نتائج او استنتاجات او توقعات بناء عليها بتعرف تعمل خطه وتعرف نقاط القوه ونقاط الضعف بتاعه اللاعب والفريق. والاكس جي او الاكسبكتد جولز هي واحده من الاحصائيات اللي من خلالها تقدر تعرف بعض الانطباعات زي هل الفريق ده قادر على الاستمراريه ولا لا. الاجابه هنا بتكون على حسب الاكس جي بتاعه، لو هو ماشي على نفس النسبه المتوقعه فده فريق احتماليه استمراره في تحقيق نتائج ايجابيه هيكون كبير، اما لو بيعمل نتائج عكس المتوقع فهنا احتماليه استمراره بتكون ضعيفه. نرجع بقى للاكس جي بتاع هويلاند اللي بيقول ان الراجل ده سجل تقريبا كل الفرص المتوقعه اللي جات له وقدر يسجل 9 اهداف مع فريق اتلانتا اللي مش بيخلق فرص للتهديف كتيره. هويلاند بيختار المكان اللي بيقف فيه وتحركاته ممتازه، وده بيخليه يترجم الفرص اللي بتجيله لاهداف، وده بيبان في الاحصائيه دي اللي بتوضح الاماكن اللي بيشوط منها، هتلاقيها تقريبا كلها في منطقه الجزاء. يعني المكان ده مثلا جاب منه جون والمكان ده ما جابش منه جون، هنا الشوطه اتعمل لها بلوك، لكن هتلاقي الشوط اللي بيحصل من جوه منطقه الجزاء كله يا اما بيدخل جون يا اما بيتعمل له سيف، وده معناه ان حارس المرمى صده او ان في مدافع قدر ان هو يشيل الكرة من على خط المرمى او يلحق الكرة قبل ما تدخل جون. هويلاند في الموسم اللي فات شاط 54 شوطة، جاب 28 منهم اون تارجت يعني اكتر من نص، وده معدل محترم جدا، و16 منهم كان اوت اوف تارجت يعني اقل من نص بكتير، وفي 10 تصويبات اتعمل لهم بلوك. هويلاند كمان بيتميز بالسرعة، بص كده هتلاقي هنا المدافع بيعاني وبينهج عشان بس يقدر يحصله، ممكن يزق الكرة من وسط 2-3 مدافعين ويخلق فرصة لنفسه. الفينش بتاعه رائع، يقف في المكان المظبوط اللي بيخليه يلعب الكرة التانية كويس جدا، بيتمركز وسط المدافعين عشان يستنى العرضية وبيقدر يسجلها. عشان كده في ناس كتير شبهوه بهالاند، ومن ضمن المميزات اللي موجودة في هويلاند انه بيجيد الضغط على المدافعين، ودي ميزة بيحبها المدربين الكبار. على الرغم من مميزات المهاجم الشاب بس هو عنده مشكلة كبيرة في الكرات الهوائية، ودي مشكلة لازم يشتغل عليها تين هاج من أول يوم. هويلاند في الموسم اللي فات نسبة فوزه بالكرات الهوائية 37%، ودي نسبة قليلة جدا وحاجة غريبة في نفس الوقت للاعب طوله 191 سم. تين هاج حرفيا بيراهن على المستقبل وبيراهن على شيء مجهول، يا ينجح يا ما ينجحش في الوقت اللي هو مطالب فيه يرجع امجاد اليونايتد. تفتكر هينجح في الرهان ده ولا لا؟ انا سقراط ودي كورتي، سلام.